بعض البشر لا يرحلون حتى حين تغيب أجسادهم، تبقى كلماتهم معلقة في الهواء، تهمس في أذن كل من ضل الطريق، وتربت في قلوب كل من أهلكته التعوب والمشاق في الحياة. كاتبنا اليوم لم يكن كاتبا عاديا، كان ظاهرة تنبض بالجمال والرقي، وصوتا ضاحكا فرجا بين صفحات كتبه، ليصير صديقا وسندا ومرآة القلوب. كثيرة لم تجد من يفهمه. كاتبنا اليوم كتب عن الرعب، وقد كتب عن الخيال أيضا وعن الموت، وكان كل سطر يكتبه نافذة تطل فيها على أنفسنا قبل العالم. لم يكن نجما عاديا يبحث عن الأضواء، بل كان شعلة صغيرة تهدي طريق الآلاف من الشباب في الظلمات. الفيديو ده هنتحدث ليست عن سيرة كاتب فقط، وإنما عن سيرة رجل غير فينا شيئا عميقا، علمنا أن القراءة نجاة، وعلمنا أيضا أن القلم قد ينقذ في العالم والحياة ما يمكن إنقاذه. الذي أراد هذا الكاتب أن يكتب على قبره: جعل الشباب يقرؤون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل مدارك أونلاين. معكم أحمد ابن الخياط في حلقة جديدة، وهي عن كاتب جميل وراقي جدا، ويتعلق في قلوب الشعراء والكتباء، وهو الدكتور أحمد خالد توفيق. فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، ولا تنسى اللايك الرائع والكومنت الجميل، ولا تنسى الصلاة على النبي. يلا بينا نكمل واحكي لك قصته. في عام 1962 يوم 10 يونيو، في قرية بسيطة جدا طنطا محافظة الغربية، بيولد طفل هادئ جدا في بيت عارم بالمعارف والكتب القديمة. تعلو جدران هذا البيت الورقات الرقيقة القديمة التي تحتمل وتحمي الأوراق المختلفة، ولم يكن يعلم هذا الطفل ما سيغيره في الأدب العربي الخيالي وما سيقدمه نحوه. ولد هذا الطفل في بيت لا يملك فخامة البيوت الراقية ولا الأسوار المانعة، وإنما في بيت يمتلكه شيئا مهما، ألا وهي الحكايات. أنا صديقي بعد كده إن اللي هيشكل عنصرية أحمد خالد توفيق وهو والده، لأن والده كان مثقف تماما، كان محب القراءة، مطلع على الكتب، فجعل من هذه الكتب مكتبة في ركن هذا البيت القديم، ركنا هاديا تعلوه الكتب القديمة التي كان يطلع عليها، مما ستغير في شخصية أحمد خالد توفيق بعد قليل. لم يكن يعلم والده أن هذه الكتب هي التي ستكون كنزا لتغيير شخصية أحمد ابنه. طفولته صديقي لم تكن طفولة عادية، بل كانت طفولة هادئة. لم يجري ويلهو ويلعب مثل الأطفال العاديين، وإنما كان يرغب في الجلوس أمام مكتبة في هذا البيت، يقرأ في عناوينها ويقوم بالاطلاع على الكتب والورق القديم الموجود فيها. الولد ده صديقي ما كانش بيعرف يقرأ كويس، لكن هناك شخص ما كان بيطلع عليه في ليلة من الليالي، كان بيطلع عليه، ألا وهو أمه، واللي كانت مصدقة بيه، وكانت بتهمس في نفسها وبتقول: الواد ده مش طبيعي، الواد ده سيغير وسيكون شيئا ما. كاتب ومترجم يا صديقي، لكنه لم يكن يرغب أيضا في الاطلاع على الأشياء الأكثر لهوا ولعبا في الحياة. فضوله يا صديقي كان يجلس بالساعات أمام المكتبة بتاعت والده، وكان ممكن يقرأ العناوين، ولكن ما كانش تعدي فكرة أو كتاب غير لما يقرأ عنوانه، وبيحس في نفسه حاجة كده صديقي، شيئا ما أو شيئا داخله، أن هناك عوالم أخرى وخفية، وأن هذا الواقع ممل جدا.
فديت كانت افتراضية بافتراضها في عقله في ذلك الوقت من قراءته لهذه العناوين لقراءة الكتب. ننتقل صديقي لمرحلة أخرى ألا وهي مرحلة في الابتدائي والإعدادي. كان متفوق تماما في دراسته لأنه طبعا كان محب للتعليم والعلم والعلوم المختلفة. وننتقل بعد كده للمرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية يا صديقي اللي هتكون دافع ليه في حبه للقراءة أكثر، حيث إن رغبته الأولى إن كان عايز يدخل كلية أدب، لكن يا صديقي رغم تفوقه في الثانوية العامة وحصوله على مجموع كبير، إلا إن أيضا رغبة الوالدين أو رغبة العائلة بالمجمل إن هو يدخل كلية الطب، ولكن تنفيذا لرغبة والديه يدخل كلية الطب جامعة طنطا في محافظة الغربية. أقلم يا صديقنا، هنا هنقول دكتورنا، لسه مقلناش كاتبنا، هنقول دكتورنا اللي طبعا طول فترة الكلية تماما ما كانش بيتخلط بحد، ما كانش له في قعدة المقاهي بتاعت الكافيتريات بتاعت الكلية اللي بنشوفها حاليا، قلم يقع كشكول يتنتر، ما كانش له في كل الحاجات دي يا صديقي. لا، كان فردا هاديا يلاحظ الناس من بعيد كده ويسجل في ذهنه عن رواية قادمة، عن قصة سيكتبها لاحقا. خلينا فجأة يا صديقي أقول لك إن الدكتور أحمد طبعا في طب بشري، والطب البشري إن هو كان بيخاف من الدم، وطبعا ديت هتأثر فيه. وطبعا كان بيخاف من حاجة كمان ألا وهي المشرحة. المشرحة يا صديقي اللي كان في اعتقاده إن أول ما بتدخلها بيحس إن الجثث الميتة والملقاة في المشرحة بتحدثه وتقول له مين جابك هنا يا أحمد؟ إيه اللي جابك هنا؟ ده مش مكانك. ولكن يا صديقي كان بيزور في باله فكرة جبارة، أو فكرة بمعنى أصح تريد أن يغيرها في ذهنه. إلى أنه يا صديقي في يوم من الأيام كان جالس في أحد المحاضرات ومسك دفتره وبيسجل المحاضرات، فكتب جملة كده، جملة صديقي بتقول: أريد أن أصبح كاتبا، ولكن ليس كل طبيب كاتب، وليس كل كاتب يداوي الناس. الجملة هتأثر فيه بعد كده، واللي هو هيصبح الاتنين معا يا صديقي. صديقي الدكتور أحمد خالد توفيق كان محب للقراءة وملم بها، حيث إنه كان بيستمع أو كان بيقرأ لكاتب بيدعى اسمه يوسف إدريس. وطبعا شغفه في القراءة وفي بداية حبه للقراءة والتماس بها في بداية العشرينات هيبدأ يرسل خطابات لناقد سينمائي بيدعى سامي السلماني. سامي السلموني يا صديقي شخصية سينمائية ناقدة كاتبة. طبعا كان بيتبادل معها دكتور أحمد خالد توفيق، كان بيتبادل معاه الخطابات كل حين إلى آخر، خطابات فقط. طب ليه يا صديقي خطابات فقط؟ ليه ما كانش بيقابله كده ولا كده؟ اعتقادا من احمد خالد توفيق اللي هو الدكتور خالد توفيق ان ما ينفعش ان كاتبك المفضل ليك يكون من جسد دم وروح ودم ولحم وزي كده. اعتقادا منه يا صديقي ان الكاتب بيكون شخص غير عادي، فعشان كده كان التبادل بينهم بيكون خطابات فقط. الى ان في يوم من الايام وقبل وفاة الناقد السينمائي سامي السلموني بيرسل الدكتور أحمد خالد توفيق خطابا قبل وفاته مباشرة، قبل وفاة الناقد السينمائي ده مباشرة بيوصل له خطاب بيقول له في الخطاب ده: أنا أحرضك على أن تحترف الكتابة. يا صديقي هذه لم تكن كلمة سهلة بالإطلاق، بل كانت دفعة تشجيع لدكتورنا أحمد خالد توفيق، بتشجعه إنه يكتب أكتر وأكتر، ودي كانت نظرة ثقة فيه. وبعد كده صديقي بنلاحظ دخول دكتور أحمد خالد توفيق عالم الكتابة، وبيبدأ في أول أسطورة يقوم بكتابتها ألا وهي مصاص الدماء ورجل الذئب. طيب خلينا صديقي إن أقول لك إن الأسطورة ديت بتكون أول أسطورة في سلسلة ما وراء الطبيعة، واللي بنعرف بعد كده يا صديقي إن هذه السلسلة اللي بتكون أعظم سلاسل القراء في حياته، أو بتكون سلسلة مهمة جدا في حياته بعد كده هنتعرف عليها. من الأيام يا صديقي رجع الدكتور أحمد خالد توفيق إلى بيته عادي جدا. كان يوم شاق عليه تماما، كان عمل فيه تعبان، رجع من المستشفى، دخل غرفته، فتح الدرج بتاعه القديم، فوجد فيه قصة أو مقال كان كاتبها. المقالة دي يا صديقي إذ بي إن هو عايز يرسلها لمجلة ما عشان يطبعها وينشرها.
فهو بيسحبها من جلدها بيقول ايه: هجرس هبعتها. وطبعا يا صديقي كان بيقصد محمد هجرس، اللي هو يعني محرر في إحدى دور النشر الصغيرة. فبيكون بيرسلها طبعا هذه القصة، وبينتظر من أسبوع في التاني، ويسبه في يوم بتأتيه الرسالة. الرسالة دي يا صديقي بتكون كالتالي: بتكون فيها رد غريب ومحبط، أفكار غريبة ولا تصلح للنشر. طب ازاي يا صديقي؟ بديت بتكون طبعا نظرة حقد ونظرة إحباط شديدة بمعنى الكلمة للدكتور أحمد خالد توفيق. لو في عالمنا ده يا صديقي وفي زماننا اللي احنا فيه ده، بالنظرة إلى شغف أو بالنظرة إلى إحباط دائم من أي كلمة كده ولا كده وعدم استمرارية، واحد لو مكانه كان بطل. هو لو في الزمن ده كان بطل، اعتمادا على كلام الناس، اعتمادا على آراء الآخرين. فطبعا هو مسكتش، فقام بإرسال قصص أخرى وروايات أخرى، ولكن كان كل مرة بيأتيه رد مختلف تماما عن الآخر. حيث إن الحبكة الدرامية مش مظبوطة، حيث إنك تكتب في روايات البوليسية أفضل، حيث إن صديقي القصص مش أحسن حاجة. كل ده يا صديقي كانت آراء بتأتيه، ولكن هو تماما ما بييأسش. شخص يا صديقي بيصاب بالإحباط في خطوة ما في حياته، بيأتيه أن يختار بين شيئين في حياته: إما أن يستسلم لهذا الواقع ويستمر عليه، إما أن يستمر وأن يعافر من أجل حلمه المظلم. من الأيام يا صديقي، يوم شديد الحرارة، كان العرق بيتصب من جبهته، وطبعا ذهب إلى ركن في بيته، وطبعا كان بيراجع قصة كان كتبها كده بقالها مدة من شهور. فإذ بيقرأها وبيتفاجئ إن هي قصة لم تكن عادية، قصة فيها اختلاف، فيها تاتش كده يا صديقي. خليني أقول لك القصة دي كانت بتحكي عن إيه. القصة دي كانت بتحكي عن قصة رجل مسن، أصلع، نحيف، غير إن هو نحيف وساخر، بيدعى رفعت إسماعيل. ودي صديقي الشخصية اللي في مغامرات ما وراء الطبيعة، السلسلة الأكثر اهتماما عنده. طبعا يا صديقي هو كان متعود بيرسل قصص لدور نشر أو مجلات لكي يطبعها وينشرها، ولكن هذه المرة لم يرد ذلك، حيث إن هو قام بطبع، كان بيحطها في مظروف كبير وقام بإرسالها إلى المؤسسة العربية الحديثة. وطبعا يا صديقي اللي بتتقبل الموضوع وبتاخد وقتها شوية، يعني أسبوع في التاني، وإذ في يوم من الأيام بيأتيه خطاب من مين؟ من المؤسسة العربية الحديثة، وبيكون فيها خطاب كالتالي، لكن بيفتحه بيد مرتعشة وخايف وقلقان الرد هيكون ايه. ولكن الرد بيكون مفاجأة يا صديقي، وإذ به قبوله في هذه المؤسسة لكي يكتب في قصصهم وفي أشيائهم. صديقي اللي هو كالتالي: نرحب بك في فريق روايات مصرية للجيل. سنبدأ بنشر أولى سلاسل الرعب العربية تحت عنوان ما وراء الطبيعة. فنكمل وأقول لك يا صديقي إن رفعت إسماعيل لم يكن بطلا عاديا، حيث إن كان في تشابه بينه وبين كاتب الشخصية. شخص عادي ساخر، خفيف الوقت، خفيف القعدة، ما كانش بيحب الضجيج، كان أكتر حاجة بيكرهها الضجيج والصوت العالي. وكان يعني يا صديقي محب جدا للشاي التقيل، الشاي التقيل في مقهى جانبا. بيحب أيضا قراءة الكتب القديمة، وربما تكون هي التغيير في هذا الوقت. ولكن يا صديقي بعد كل هذه التغييرات وكل هذه النجاحات التي نجحها، لم يكن يسكن في فيلا فاخرة من نوع ما في بحر مميز، أو لم يكن يسكن طبعا في حي من الأحياء التي نراها. لم يكن يريد أن يعني ما كانش بيحب يسافر لمؤتمرات، ما كانش بيحب طبعا الظهور في الشاشات، لأنه كان يعني شايف نفسه إنسان طبيعي تماما، يمشي في الشوارع، يركب الميكروباص عادي جدا يا صديقي. لأن دي شخصية الكاتب المتواضع، بيحب يفكر مع الناس، بيحب يفهم الناس، بيحب يعيش لحظات الناس، بيحب يعبر عن الناس. صديقي ما زال الدكتور المتواضع يذهب، بيمشي الصبح للمستشفى، بيقضي يومه في المستشفى، بيرجع طبعا بيقضي يومه في الكتابة والقراءة المفيدة له. فكان عادة تماما يا صديقي، لم يكن الشخص المهتم بالأضواء والنجومية والترندات بمعنى صح يا صديقي. طبعا كان بيحب مع ده كله ان هو يقعد في المكان هادي مع كوباية الشاي التقيل. والله حسيت يا ابو احمد ان السر في الشاي التقيل ده في لغز معين كده يجعلك كاتبا،
خلينا نجربه إن شاء الله وهنكتب حاجة إن شاء الله. خلينا ننتقل لفترة أخرى صديقي، وهي في أوائل الألفينات. وطبعا مع أوائل الألفينات بيبدأ الإنترنت يتوغل في الدخول إلى البيوت المصرية ببطء. وهنا يا صديقي بتبدأ موجة جديدة من الشباب ومن الوعي اللي بتوعى فيها الشباب، ولكن الشباب مش عارفين يعبروا عن شعورهم ده أو عن مخاوفهم وسخريتهم من الحياة، فعايزين حد يعبر عن أشيائهم وعن متطلباتهم ديت يا صديقي. وهنا بيظهر وجه جديد لقلم الدكتور أحمد خالد توفيق، ليس ككاتب رعب أو ككاتب فانتازيا، لكن ككاتب مقالات بتعبر عن الشباب، بتعبر عن متاعبهم ومواقفهم من الواقع ومن هروبهم إلى المستقبل. يا صديقي هي أشهر مقالاته. من أشهر مقالاته يا صديقي إن نهاية العالم ليست حدثا دراميا، كيف تكون تعيسا خفيفة لكننا نحبها. دي طبعا يا صديقي كانت من أشهر المقالات اللي كان بيكتبها تماما. وفي مقولات أخرى تحولت أو منها إن حولت إلى كتب، زي الآن نفتح الصندوق، وفقاقيع، دماغي كده، شاي بالنعناع، عقل بلا جسد، قهوة باليورانيوم. صديقي ديت عناوين عبقرية من عقلية شاعر وكاتب عبقري. عام 2008 يا صديقي بيمر العالم بأزمة اقتصادية، وطبعا هنا جلس الدكتور أحمد خالد توفيق والكاتب إن هو بيكتب رواية عن تعبر عن المستقبل. ما كانش في عالم فانتازيا ولا في عالم الرعب كان معتاد، لكنه بيحاول يكتب حاجة مختلفة، حاجة بتعبر عن فزعة المستقبل، عن الواقع المرير. أقول لك يا صديقي إن الرواية ديت أو القصة ديت بتسمى يوتوبيا، كان نار في الهشيم، لأنها بتعبر طبعا يا صديقي حرفيا عن معاناة الشعب وعن معاناة الشباب تماما في المعيشة، في المستقبل المرير الذي ينتظرهم، وفي الواقع الأمر الذين يعيشونه. أقول لك يا صديقي إن طبعت هذه الرواية لأكثر من 30 طبعة، من 30 طبعة يا صديقي، وهي ترجمت لأكثر من 10 لغات مختلفة. مع ذلك يا صديقي كان له روايات أخرى من الفانتازيا والرعب، زي رواية السنجة، وزي رواية أيضا في ممر الفئران، وزي رواية شأبيب. روايات مختلفة قمة في الجمال والروعة. خلينا ننتقل يا صديقي بعد كده لمرحلة تكون حاسمة، ألا وهي مرحلة وفاته. في يوم من الأيام بيستيقظ الدكتور أحمد خالد توفيق استيقاظه كالعادة، بيتناول إفطاره مع كوباية الشاي التقيل، ويتجه إلى المستشفى. تلك المستشفى طبعا لإجراء بعض الفحوصات الروتينية، ولكن يصبحهم يفاجئوا إلى تحوله إلى غرفة العمليات الخاصة بالأسطار لإجراء عملية خاصة في القلب. ولكن يا صديقي كلها دقائق معدودة وإذ بالخبر الصاعقة، خبر وفاة دكتور أحمد خالد توفيق في غرفة العمليات. وطبعا يا صديقي طبعا الخبر ما كانش سهل تماما. يعني إيه يا صديقي كاتب بيعبر عن الشباب، يعتبر الأب الروحي ليهم، إزاي بيذهب كده في غضون جفن عن عمر يناهز 55 سنة. يا صديقي الخبر ما كانش بالسهولة التي تتوقعها. خبر نزل كالصاعقة على أحبائه والشباب اللي كانوا ملهمين بقصصه وكتب، واللي مش منهم اللي مش بيصدق، واللي يقول دي إشاعات، واللي يقول طبعا دي أكاذيب، واللي يقول طب إزاي لسه نزل مسجات يعني بوستات على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن صديقي إذ بما يفاجئه أن هذا الواقع وهذه الحقيقة المؤلمة، وفاة العراب دكتور أحمد خالد توفيق. خليني أقول لك يا صديقي اللي ما يعرفش دكتور أحمد خالد توفيق مش هيفهم أنا شعوري إيه وأنا بحكي القصة دي، أو شعوري إيه وأنا بفهم حضرتك وفاة مين، وفاة عقلية إزاي، عقلية فذة في الكتابة، في كتابة الرعب، في كتابة الفانتازيا، في التعبير عن الشباب وعن مخاوفهم وعن مطالبهم وعن أشيائهم، لدرجة إنهم سموه الأب الروحي للشباب. أنت متخيل يا صديقي؟ جعل الشباب يقرؤون بعد أن كانوا مملين لهذه الكتابة والقراءة. الشباب ما كانوش بيحبوا الأطفال، ما كانوش بيحبوا الحاجات ديت، هم اللي خلاهم يقرأوا وعرفوا من الكتابة نجاة من المآزق كثيرة، من أشياء كثيرة. إن القراءة بتنير العقل وبتفهمك أشياء أنت ما كنتش تفهمها. لكن يا صديقي الجنازة لم تكن طبيعية بالمرة. الجنازة طبعا كانت في طنطا محافظة الغربية في مدينته طبيعي، ولكن ما يكون طبيعيا حضور الآلاف والآلاف من الشباب إلى جنازته، اللي جه من محافظات بعيدة، من محافظات قريبة، بكل حاجة الآلاف من الشباب يحضرون يا صديقي.
واللي كان ملفت في النظر إن الشباب دول كانوا حاضرين بيبكوا، وكان معاهم كتبه الخاصة بالدكتور أحمد خالد توفيق، اللي كانت طبعا تعتبر رسائل وداع له عند قبره، وكأنها ليست جنازة كاتب، ولكنها جنازة رمز للعلم، رمز يقتدى به. رحم الله العالم والدكتور أحمد خالد توفيق. خليني أكمل لك يا صديقي وأقول لك، حتى وفاته يا صديقي بفترة وجيزة. بالمناسبة اللي فترة وفاته كانت في 2018، يعني في 2020 بتبدأ انتشار أعماله. كان أي شيء مضى، يعني ما كانتش تنتشر زي اللي كده في الوقت ده. هتنتشر يا صديقي التوسع طبعا، واللي هتثمر في كده منصة نتفليكس هتنشئ أول سلسلة من سلسلة ما وراء الطبيعة، اللي هي بيقدمها شخصية مين؟ شخصية رفعت إسماعيل، الشخصية اللي كان بيحلم الكاتب إنها تجسد فعلا، لكن الحلم أتى متأخرا بعد مغادرة صاحب القصة وكاتبه. رحل دكتور أحمد خالد توفيق، لكنه لم يمت، لأن كل مرة بيفتح شاب صفحة من صفحات ما وراء الطبيعة أو يوتوبيا أو السنجة أو ما في أي كتاب خاص به، فهو بيعود حيا من جديد. كما كتب هو أيضا على أو في أحد مقالاته، كتب يا صديقي في أحد مقالاته اللي كتبها إن هو يريد أن يكتب على قبره: جعل الناس يقرؤون، أو جعل الشباب يقرؤون. وطبعا أثر فينا تماما. رحم الله العراب والكاتب الجليل دكتور أحمد خالد توفيق، صاحب العمر 55 سنة، ولكنه لم يمت في قلوب بعض الشباب الذين تأثروا به وبمقالاته وكتبه. بس كده يا صديقي، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عندك شخصيات أو مقالات مهمة عايزين نتكلم عنها ما تنساش تكتبها في الكومنتات. كنت معكم أحمد ابن الخياط من قناتكم المفضلة مدارك أونلاين. ما تنساش تصلي على النبي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.